هو لو نظيف ما ذبحوني باب جيرانه، ولا هو ما ذا جيرانه، ذا نفسه قبل ما يجي جيرانه. وبعدين هي مسألة ذوق ورق، يعني منطقة بلاطات وارصفة ومجاري، يعني شنو ذب صاخي ليش؟ والله حجي هو كل واحد يعكس نظافته. هاي راجعه له، هو نظيف له هو صف من له. مرحبا بكم متابعينا. اليوم جولتنا جولة توعوية نوعي بها الناس حتى نشوف منطقتنا بالمستوى المطلوب، فخليكم ويانا. مرحبا سعود، حياكم الله. أنا قلبي. هلا يا مرحبا. سعود، اليوم عندنا حلقة، بس حلقتنا شوية مختلفة من الحلقات اللي مضت. حلقتنا اليوم شوية توعية. نعم. بعض الناس يفتح المي عوفه بالشارع، نعم، باب بيته ما يكنسه ما ينظفه، او باب محله، مو مثل ما هسه انا قاعد نشوف انت يوميا الصبح. هذا من الركن للركن نسميه. اي طبعا هذا واجبنا. كنس وترش مي ومرتبه دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر قناتكم، قناه منصه الطارميه، اللي دائما تاكد على الجوانب الايجابيه، وهذا احنا من واجبنا كاشخاص مثقفين، او من جانبنا كجانب توعوي. اليوم أكيد. احنا بمنطقتنا منطقه هي اكثرها منطقه عشائريه، ودائما ناكد على الجوانب الايجابيه. ليش؟ اليوم انا هذا باب محلي وباب رزقي. المفروض اليوم مو كل شيء اليوم احنا نذبه على البلديه. البلديه الناس قايمه بواجبها اكثر من اللازم، اللي عندها عامل بس مو كل شيء نذبه على البلديه. اليوم انا كباب بابي او باب رزقي او باب محلي لازم اليوم اكون اني واجهه للمنطقه، لان انا هذا باب رزقي. اليوم لازم انظفه اوجهه. انا اليوم الزم محلاتي من البدايه للركن حتى اطلع بصوره جميله، حتى اليوم اللي يطب لي او اللي يدخل باب الرزق مالتي اليوم يشوفه نظيف. صحيح، بينما نشوف بعض المحلات لو يذب الوساخ، لو يمشي وياكل ويذبه بالشارع، لو يجي عامل النظافه يجي ينظف، الشخص يجي يذب وراه، ما يصير. هذا الجانب لازم احنا نكون اشخاص قدوه للغير، حتى اليوم الناس اللي قدامنا او الطفل او الشاب او اي من يمشي يقتدي بينا. نعم، بالاضافه احنا ما نقصد بس ابو المحل، لا طبعا كل مكان، اهل البيوت يعني بالضبط. نعم. كل بيت ينظف باب بيته، يخليه مرتب. اولا نظافه شخصيه لك كشخص او كبيت، بالاضافه يكون شيء يعني شيء ايجابي طبعا، ايجابي للمنطقه. طبعا بالضبط. انا جدا اشكرك، حياكم الله، شرفتونا. حياكم الله يسلمك. شلونك يا عم ابو كرم؟ الف هلا حبيبي. شلون صحتك؟ الله يحفظك. عم ابو كرم، اليوم حلقتنا مختلفه. نعم. لا سؤال ولا جواب، لكن هي توعيه. اي. شنو رايك باللي ينظف باب محله او باب بيته ويخليها بباب جيرانه، او ما ينظف عادي؟ والله يعني انت قلت ما ينظف، يعني هو لو نظيف ما ذبحوني باب جيرانه، ولا هو ما ذا جيرانه، ذا نفسه قبل ما يجي جيرانه. فعلا. وبعدين هي مسألة ذوق. نعم. ورق، يعني منطقة بلاطات وارصفة ومجاري، يعني شنو ذب صاخي ليش؟ بلدية موجودة، حاويات موجودة، ليش أذي نفسي وأذي جاري يعني؟ بس يعني نقول لا يوضح ما في، يعني هو معدنه هيك هذا اللي يدي. فعلا احنا مجرد توعيه للناس، لا اكثر ولا اقل. يعني والله كدور يعني بلديه، يعني هو لا يحس، هو اللي يسوي لا يحس نفسه انه هو شاطر او ذكي، انه ذب الوساخه او المي قدام جيرانه ما حد شافه. بالعكس هو ذبها بداخل بيته مو باب بيته. فعلا. قبل ما يدي جاره. نعم. وهي قدار، يعني وشنو فرق جارك عندك؟ بيت واحد فما ظاهره مو حلوه والله. بس شو تحب توجه لهم كلمه؟ والله اوجه كلمه خلي يعني نرتقي، ما اقول اكثر من هيك. اتمنى لك التوفيق. الله شكرا لك. شكرا حبيبي، الله يحفظك. خالتي مهند، احنا نشوفها قله وعي، يعني الناس تحتاج توعيه اكثر بعد. اي نعم يراد، يعني وهم يعني بصراحه يعني اللي نظيف ببيته نظيف بالخارج، فيعكس الاناء ينضح ما فيه. اي، فانت تبين نظافتك من خلال بابك والشارع اللي انت والمنطقه اللي عايش بيها. شكرا لك خالتي. اهلا وسهلا. اهلا، الله يبارك فيك. عم ابو قيس شلونك؟ والله الحمد لله. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. عم قيس، اليوم موضوعنا موضوع توعوي. اكيد. اللي ما ينظف باب بيته او ما ينظف باب محله، او يبقي الانقاض او النفايات بباب المحل او باب البيت، او يفتح مي البيت ويخليه الشارع طايف مالته طين ما حد يقدر يعبر. والله اكيد، يعني هي هاي المفروض ثقافه ذاتيه، الانسان لازم هو يثقف نفسه. نعم. لان هذا الشارع ولا المحل مثل بيته. اكيد. مثل ما هو بيته يريد ينظفه، هذا الشارع هم بيته. نعم. محله يعني بيته، رزقه، باب رزقه، فنعكس الثقافه
من خلال النظافه من الايمان، فهاي النظافه المحل هسه انا انظفه، انا مو عيب علي انظفه، بالعكس انا انظف هذا المحل حتى اكل صوره بان هاي المنطقه مثقفه، هاي المنطقه واعيه، تقدر شلون ترتب منطقتها، فالمنطقه هي تعكس الانسان. نعم. منطقه كل ما تكون نظيفه تعكس شخصيه الانسان يشوف هذا الشيء نظيف دائما يباوع على اللي بصفه، وهذا فواحد يباوع على واحد، فتبقى المنطقه كلها نظيفه ويبقى العراق هو كله نظيف والمنطقه نظيفه. ان شاء الله. شكرا لك اخونا العزيز. الله يبارك الله فيك. الله يسلمك. شلونك قلبي؟ حياك الله وسهلا كل الله يسلمك. الله يخليك. سنام، احنا اليوم موضوعنا توعيه. اي توعيه منين؟ من ناحيه النظافه، كل شخص لازم يكون باب بيته نظيف، يكون أكيد. باب محله نظيف. أكيد. ما ينظف ويخلي باب جيرانه ما يفتح مي، او اجلك الله المجاري يفتحها يخليها بالشارع، يأذي جيرانه ويأذي اللي يمشي بالشارع. فانت شو رايك بهاي الظاهره؟ وكل واحد يعني بالاول والاخير هو يعكس نفسه قدام العالم. يعني شو تحب توجه لهم انت؟ والله كل واحد يهتم بنظافته الشخصيه، نظافه بيته، نظافه محله، لان هذا يعكس نظافته بالبيت. هو اذا الانسان بالبيت نظيف، هو خارج البيت هو هم نظيف. شكرا لك. حياك الله كل الهلا. شلونك قلبي؟ حياك الله شلون استاذ حبيبي. اهلا وسهلا الله يرضى عليك. احكي لنا شنو شغلك؟ انا حلاق. حياك الله. قلبي موضوعنا اليوم عندنا موضوع يتكلم عن التوعيه. نعم. والتوعيه نريدها توعيه مثلا بالنظافه، او كل شخص يرتب باب بيته او باب محله. تمام، أو باب تمام. رزقه. انت شنو رايك؟ والله يا اخي العزيز، احنا تدري احنا بسنه 25، يعني مو بزمن الجاهليه حتى الانسان انه واحد يوعيه. كل شيء نعرف حاليا احنا. مساله اللي يشمر وساخه بالشوارع واللي يفتح مياه المجاري بالشارع، هذا الشيء لا حضاري، يعني ما يحتاج انا اوعيه. تمام؟ لان مدارس تعلم حتى الطفل، مواقع التواصل الاجتماعي تحكي بهذا الموضوع، يعني بكل مكان انت العالم توعيك.